السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من حلقات أحوال بلدنا. يا ريت نشير الفيديو ونعمل متابعة للصفحة ونشوف هنتكلم النهاردة أنا جاي أتكلم عن حالة صعبة. بنت عندها 21 سنة اتوفت. مش غريبة، كلنا هنموت لأن الأربعون. البنت ديت من قرية اسمها العجميين تبع إبشواي تبع محافظة الفيوم. طيب يعني ليه توفت؟ بسبب الأندومي. الأندومي. البنت دي كانت بتجهز لفرحها، العزال بتاعها راح لعريسها وخلاص فاضل أيام على تجهيز الفرح وتلبس الفستان الأبيض. وبدل ما تلبس فستان أبيض الله يرحمها لبست الكفن. وده ليه؟ بسبب الأندومي اللي احنا بنسيب عيالنا ياكلوه، واللي انت هتشوفوا صورتها في الفيديو. تحزن، حاجة تحزن لما بنت في السن ده داخلة على حياة جديدة، على دنيا جديدة، أسرة كاملة اتكسرت، اتفجعت بسبب منتج الأندومي. البنت كان عندها جرثومة المعدة مع الأندومي والله أعلم عمل تسمم غذائي، راحت المستشفى حالة عياء شديدة، حالتها صعبة، ملحقوهاش، انتقلت إلى رحمة الله. غريب، ما كتير قوي كده، مش دي أول حالة، في حالات كتير قوي توفت بسبب الأندومي. ولسه برضه أولادنا من كبار وصغيرين بياكلوا أندومي وبيتصنع في مصر وممكن بيجي من بره ومش عارفين ايه مكوناته وايه اللي فيه. ويطلع ناس يقول لك لا ما فيش اي مشكله، ما فيش خطوره على صحه الاطفال او الشباب او يعني الناس اللي بتموت دي كلها ايه مثلا؟ الحالات اللي بتضيع بسبب الاندومي ده ايه؟ ليه المنتج ده اصلا ما بيقفش من دخول البلد او من تصنيعه ما دام ان هو عامل زي السم بيقضي على اولادنا وعلى شبابنا؟ ليه بيتم انتاجه؟ ليه بيدخل البلد من اساسه؟ ليه ما يكونش في حمله لتطهير البلد من الاندومي اللي سابوا ولاد وشباب كتير فقدوا حياتهم، اسر كتير اتكسرت بسبب المنتج ده؟ انا بساعة ربنا يعني يا ريت وزاره الصحه تتبنى الموضوع ده وتمنع نزول الاندومي الاسواق، تمنعه، تجرمه. نجرم الاندومي ما دام ان هو مؤذي، ما دام بيجيب تسمم غذائي. انا عن نفسي اللي انا اعرفه ان في دول كتيره جدا ما بتاكلش اندومي، ما بتاكلوش، بيعملوه يصدروه لنا احنا واحنا اللي بناكله. لما ابص الاقي اطفال ماشيين في الشوارع ماسكين كوبايه الاندومي وعادي جدا بملحه وبكل القرف اللي فيه، بينباع في كل مكان. ليه برضه؟ الاولاد الصحه في النازل، الصحه في النهارده نسبه الامراض والامراض الخبيثه زادت بسبب القرف ده، بسبب المأكولات ديت. يعني الناس تجيب صحه منين لما كل حاجه حوالي بقت مسممه وبرضه سايبينها مسممه؟ يا ريت يا وزاره الصحه يكون مبدأنا الوقايه خير من العلاج، بدل ما ست تكتب لنا مستشفيات وعيادات وعايزين دكاتره. طب ما احنا نقضي على المرض، مش هنحتاج لا للدكتور ولا المستشفى ولا نطور ولا عمليات، بدل ما ندخل منتجات تأذي أولادنا وتأذي شبابنا وتأذي بناتنا. طب ما احنا عندنا الإمكانية إن احنا نقضي على الموضوع ده من بدايته. فيا ريت وزارة الصحة تتبنى الموضوع ده، ويا ريت يتم إلغاء أو إنهاء الأندومي من الأسواق المصرية خالص. واللي يتمسك عنده أندومي عامل زي اللي عنده مخدرات، زي اللي عنده مخدرات يتحاسب، ياخد حكم وحكم رادع. المفروض ان الشخص اللي البنت خدت الاندومي منه يتحاسب، يمكن مسموم، يمكن مغشوش، منتهى الصلاحيه والله اعلم. لكن بالشكل ده البنت دي ماتت وغيرها هيموت وغيرها ويبقى الحال ما هو عليه. احنا 120 مليون، ايه مشكله؟ عادي. لا، لازم يكون في وقفه
من وزارة الصحة في أحوال بلدنا.